السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي ومتابعيني، كل عام وأنتم بخير وبصحة وبسعادة، وكل عام وأنتم بأتم صحة وخير. شايفين حبايبي النهارده بنعمل معاكم إيه، شايفين البيتي فور الحلو ده، جميل مرمّل حاجة كده ما حصلتش، شايفين لونه الدهبي الخطير، هنعمله معاكم بوصفة سهلة وبسيطة، أي حد ممكن يعملها بكوبايتين ونُص بس دقيق، هتعمليها في البيت في أي وقت مش شرط يكون في عيد ولا مناسبة. هنبدأ معاكم كوبايتين ونُص من الدقيق منخولين أي نوع من دقيق من اللي هو متعدد الاستخدامات، كوب المعيار ده زبدة بتكون بحرارة الغرفة، ومعانا كوب من السكر البودر اللي هو كوباية إلا ربع أو كوب، حسب ما أنتِ عايزة سكره، ومعايا صفارتين بيض وفانيليا اللي هي السايلة بس، ده المكونات بتاعتي اللي أنا هاستخدمها عشان أطلّع البيتي فور الجميل ده. شايفين حبايبي شكله؟ شايفين شايفين بقى إن شاء الله بنحط الزبدة في البولة بالمضرب طبعًا الكهربائي، هنعمله لإنه بيبقى سريع معانا، وبيدّينا القوام اللي إحنا عايزينه في أسرع وقت. عايزة أنتِ تعمليه في البيت من غير مضرب، بمضرب سلك، بإيدِك، بأي حاجة، هيتعمل معاكِ ما شاء الله حلو جدًا وما فيش أي مشكلة. هتبدئي تعمليه بس هياخد منِّك ربع ساعة لحد ما يفتح اللون ويبقى بالشكل ده. بدأت ونزلت بحوالي معلقتين لبن بودر على الخليط بتاعي، على الدقيق بتاعي. نزلت الأول طبعًا بالسكر والزبدة، ضربتهم كويس جدًا خدوا قوام مضبوط، وبدأوا لونهم يفتح بالشكل ده. نزلت بالصفارتين البيضا ومعاهم فانيليا. طبعًا أنا نازلة على الدقيق بذرة ملح ومعلقتين لبن بودر، ده بيعزّز الطعم معايا وبيخلّي اللون اللي أنتم شايفينه ده يبقى حلو. بدأت كده ضربت كويس جدًا لحد ما يتجانس الخليط معايا بالشكل الجميل ده. شايفين حبايبي ضربت 3 دقايق كده بالضبط، بدأ معايا بالقوام المطلوب اللي أنا عايزاه ويبقى معايا بالشكل الجميل ده. شايفين حبايبي شكله؟ خلاص كده أنا عملته في حوالي 4 دقايق كان انضرب معايا وبقى جميل، ما خدش أكتر من 5 دقايق بالضبط، 4 دقايق. نزلت بالدقيق تدريجيًا وضربت لحد ما طبعًا لفّيت بإيدي، بدأت كده ضربت بشوية دقيق في الأول، لحد ما اتضرب معايا وبقى القوام المطلوب، والعجينة زي معاكم بالشكل ده. بدأت أشكِّل أحُط في القُمع بتاعي، طبعًا لو أنتِ ضغطتِ من فوق بمستوى رأسي هينزل معاكِ وردة بالشكل ده، أُفقي وعايزة تعمليه نظام قوقعة، هتميلي بسيط بالمضرب وهتاخدي سحبة لقدّام، لورا، هتبدأ معاكِ تدّي شكل القوقعة، ادّيتِ شكل الوردة وشكل القوقعة بالشكل ده، طبعًا بتقومي عاملة كلّه بنفس المقاس، بنفس خطواتِك بتعملي، وتبدئي بتحطّي ما بتمليش القمع أوي عشان ما يضربش منِّك ولا يتقطع. بدأت بعد ما خَد حوالي 10 دقايق في الفرن على درجة حرارة 180 ادّاني اللون المطلوب الدهبي الجميل. بدأت نزّلته كده يبرد على ما جهّزت المكونات بتاعتي اللي أنا هاشكِّل بيها، معايا مربى فراولة، دي كانت موجودة عندي، قُلت هاستغلّها طبعًا هي مربى المشمش أو الفراولة بس ما تكونش فيها قطع. بدأت جهّزت كده في الطبق بتاعي بالشكل اللي أنتم شايفينه، معايا فارماسين اللي هو الألوان شوكولاتة ألوان، شايفين البيتيفور عاملة إزاي، باخد كل 2 قد بعض وأبدأ بالمربى بالشكل ده، ده ما كملتش باملاها شوية، أبدأ كده أخلّيها يا دوبك عشان تخرج من جزء، فهاحطها في الجوز الهندي بتاعي. معايا جوز هند برضه ومعايا شوكليت حاطاه على حمام بخار، طبعًا مَيّة سخنة وحاطة فيها البولة، فيها قلبها الشوكولاتة، ما بادخّلش مَيّة ولا حاجة فيها، أنا باسيّح الشوكولاتة جوّه البولة بالمَيّة جوّه الصينية فيها مَيّة سخنة، سيّحتها الشوكولاتة بقت عندي لحد ما خلّصت كميتي، كانت الشوكولاتة خلاص بدأت تنشف معايا، سيّحتها تاني شوية وبدأت أعمل بقية الكمية. شايفين حبايبي شكل بالجوز الهند عامل إزاي؟ طبعًا المربى بعد كده بتلزق فيه وبتبقى حلو جدًا، بيبقى زي الجاهز بالضبط ويمكن أحسن كمان في الطعم. طبعًا لبن البودر معزّز لي الطعم جدًا ومخلّيه لي أحلى من الجاهز كمان. شايفين حبايبي الشكل؟ أنتِ أمّا بتكلّفي حاجة ببيتِك بتبقى أفضل، وبتبقى بأقل الإمكانيات وما شاء الله بتدّيكِ نتيجة هايلة. شايفين حبايبي الفرماسين؟ نزلت طبعًا المربى خارجة منّي شوية، فبابدأ أحطها في الفرماسين بيدّيني الشكل ده. بدأت نزلت كده ببقية البيتي فورة بتاعتي، باخد الحجم اللي يناسب الحجم معايا، وأنا مش عايزة أطوّل عليكم في الفيديو، حبيت أعمله بأسرع حاجة. بدأت كده نزلت بالشوكولات، طبعًا باحشي واحدة من الشوكولاتة بالمعلقة وأبدأ ألزقهم في بعض وأبدأ أنزل بالشوكولاتة. عايزة تحطّي بعد الشوكولاتة جوز هند برضه بتدّيكِ شوكولاتة بجوز هند. بدأت كده خلّصت كميتي، شايفين السادة معايا عاملة إزاي؟ مرمّلة وتحفة وجميلة وحاجة كده بتدوب في البُق ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله على جماله.
حاجة كده لو عجبِك الفيديو بقى ما تنسيش الاشتراك في القناة ولايك وشير وفعّلي زر الجرس، فضلًا وليس أمرًا طبعًا، أشوفكم على خير في الفيديو الجاي.